السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم الاخوات المهمات الغاليات؟ صحيحتكم هانيين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا ويلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. نبدا الفيديو ديالي بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو ديال اليوم البنات جيت نشارك معكم هكا في قيقسات اولا القراشل اولا قريشلات، كل منطقه وشنو كيقولوا ليها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويفيدكم ان شاء الله. قريشلات هكا على قد الحال ديال الناس الدراوش كيجيو زوينين وكيجيو بنانين، وجدوهم هكا نفرحوا بهم وليداتنا في هاد العواشر ان شاء الله. ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. هنا البنات المقادير كما كتشوفوا عندي جوج بيضات بحراره المطبخ، كاس ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، عندي ساشي ديال الفاني وخماره وحده ديال الحلوه، قريصه الملح، دانون اولا ياغورت ديال الفاني، الدقيق على حسب الخليط، عندي معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال الشجلان ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، عندي الماء الزهر، ناخذ تقريبا 3 المعالق كبار ديال الماء الزهر ومعلقه كبيره ديال الكوفيتير مشماش. غندوز هنا باش نخلط هاد القريشلات هادو. كما كتشوفوا خديت هكا قصريه، درت فيها جوج بيضات، قريصه ديال الملحه، فاني، كاس ديال السكر سنيده. غنبقى نعاود معكم هكا المقادير. كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضيف ليهم هكا معلقه كبيره ديال الكوفيتير. الا ما كانش عندكم الكوفيتير تقدروا تحكوا هكا ليمونه ولا حامضه اللي كنتوفر. غادي نزيد هنايا 3 المعالق كبار ديال الماء الزهر. اسمحوا لي ضربني شويه البرد، صوتي مخرشش. غادي نزيد هنايا النافع، كما قلت لكم، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال الجلجلان. غادي نزيد هنا ياغورت ديال الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات هادي مزيان مزيان. هاد القريشلات البنات دغيا كيوجدوا زوينين، ما فيهمش زعما بزاف ديال المقادير. واللي ما تيبغيش هاد النافع وحبه حلاوه ما ديروهمش، تقدروا ديروا غير الجلجلان، اولا ما كيعجبكمش الجلجلان ولا النافع ما ديروهمش. تقدروا ديروا غير شي نكهه اللي كتعجبكم، بحال النكهه ديال الليمون اولا النكهه ديال الحامض، صافي وتكتفيو بها. هنا البنات غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه. كما كتشوفوا كنخلط. الدقيقه البنات هزت لي هاد القريشلات هادو 6 الكيسان ديال الدقيق. كما كتشوفوا هما 3 الكيسان، العبار بكاس العنبه، الكاس الثاني والكاس الثالث، وغادي نزيد 3 اخرين. غادي نزيد هنايا ساشي ديال الخماره ديال الحلوى، درت غير وحده. كما كتشوفوا درت 3 الكيسان ديال الدقيق وعمرت هكايا 3 الكيسان اخرين حطيتهم حدايا باش ملي خصني هكا الدقيق يكون حدايا هكا. الدقيق البنات يكون بطبيعه الحال يكون مغربل. وكنبقى هكايا نجمع العجينه وانا كنزيد في الدقيق بشويه بشويه. هاد القريشلات البنات كيفكرونا في ايامات زمان فاش كانوا كيصوبوهم هكا جداواتنا وحتى الامهات ديالنا باقيين كيصوبوهم دابا، كيجيو زوينين وكيجيو بنانين. ملي تيكونوا فيهم نافع وحبه حلاوه كتجي فيهم واحد البنه يا سلام، كتجي زوينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويفيدكم، جربوهم. كما قلت لكم جايه عاشوراء ان شاء الله، نوجدوهم هكا للوليدات وتوجدوهم بلا ما نشريوهم. راه كيطلعوا رخاصين الا صوبناهم في الدار وكيعطيونا حتى كميه كبيره، كميه هكا كثيره. هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه غادي نحاول ندلكها غير واحد شويه، ماشي حتى بزاف، غير كما كتشوفوا غير هكايا. هنا من بعد ما جمعت العجينه غير ما تكونش كتلصق البنات في اليد، وانتم الا جاتكم هكا كتلصق تقدروا تزيدوا الدقيق، عينكم ميزانكم. هنا خديت واحد شويه ديال الدقيق غادي نحطو هكا حدايا، رشيت شويه فوق سطح العمل. غادي نحط هكايا العجينه، غادي نحيد دابا القصريه صافي الدور ديالها سالا.
وغادي نقطع هكا قطعات هكا بالموس. غنبقى حتى نقطعها هكا على هذا الشكل. واحد الريحه فيهم البنات زوينه ديال النافع والماء الزهر. واللي ما كيعجبوش البنات الماء الزهر ما يديروش، ولا لا ما عندكش الماء الزهر تقدري ديري النكهه ديال الساشيه ديال نكهه البرتقال. وهنا البنات كناخذ هكا كما كتشوفوا العجينه وكنشكلها على شكل حربول، غير بالكف ديال اليديه. كنبقى هكا نشكلها، ما كتكونش هكا نحربلوها القياس اللي بغينا، ما خصهمش يكونوا حراب الغلاظ باش ما يجيوناش هاد الفقيقسات غلاظين بزاف. ونرشو هكا بالدقيق غير شويه، ما نكثروش، غير واحد شويه. وحاولوا البنات ملي تحربلوهم تحطوهم بعادين على بعضياتهم. الطريقه راه سهله البنات، راه سهله بزاف بزاف كما كنديروا الفقاس، غير هما هكايا صغارين. رشو هكا بشويه الدقيق، نعاونوا به، وكنبقى نحربل بيديا على هذا الشكل هكايا. يجاوكم طوال بزاف تقدروا تنقصوا منهم وتقادوا العبار. كما كتشوفوا شكلتهم كاملين هكا حرابل. غناخذ واحد الموس يكون ماضي ونقطع بحال هكايا، نقطعو قطع صغيره على هذا الشكل هكايا. غادي نوريكم الطريقه اللي غنقطعهم بالموس والطريقه اللي غنقطعهم بالمقص. انا الصراحه كنقطعهم هكا بالمقص، كيجي لي احسن من الموس. وانا غادي نقطعهم بالمقص هكا كيجي لي انا ساهل على الموس. كناخذوا هكا الحربول وكنبقى نقطع وكنحط هكا حدايا. طريقه سهله وواضحه يا البنات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتكتبوا لي لهلا خطيكم داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى الفيديوهات هكا اللي كنحط لكم يعجبوكم ويفيدوكم ان شاء الله. كما كتشوفوا كنبقى هكا دوك الحريبلات الا جاك هكايا كان طويل بزاف الحربول نقدروا هكا نقطعوه ونخدموه هكا على راحتنا. شوفوا كيفاش كيجيو على هذا الشكل هكايا. انا راه كنقطع البنات وكنحط في اللاطه اللي مفرشه ليها ورق الفرن، وغادي نوريكم ان شاء الله كل شيء في الفيديو. وهنايا عاودت وريتكم الطريقه ديال الموس، راه ساهله كنبقاو نقطعوها هكايا. وردوا البال البنات للصباع ديالكم، حيت شحال من خطره انا كنزكل صبعي غير بشويه بشويه وحتى في المقص. واسمحوا لي على هذا الصوت، صوتي مخرشش على هذا الجو تبدل سبحان الله العظيم. الاغلبيه ديال الناس ضربهم البرد، الله يشافينا ويشافي كاع الناس اللي مرض يا ربي. كما كتشوفوا كيجيو هكا مقطعين هكايا، واللاطه هي هكا نفرش ليها ورق الفرن. وهنا غادي نوريكم نيشان هكا. انا البنات كندير هاد الطريقه هذه، كناخذ الحربول وناخذ المقص وكنقطع نيشان فوق الطاوه، ونحاول هكا ما يكونوش يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم. كنفارقهم هكايا وكنقطع هكايا فوق اللاطه نيشان. غير بغيت نوريكم الطريقه البنات المبتدئات باش يستافدوا. كنوجدهم حرابل هكا كاملين نحطوهم يرتاحوا، وكندوز هكا ناخذ المقص وكنبقى نقطع فوق اللاطه اللي كنفرش ليها ورق الفرن. والفران البنات شاعلاه باش يسخن. غادي نشعل الفوق والتحت، وردوا البال الفوق اللي عندها اللي عندها الفران ديال الغاز. انا عندي الفران ديال الغاز. كنشعل شعلت الفران الفوق والتحت، والفوق حاولت نقصو بزاف ما يكونش مجهد باش ما يتحرقوش لينا هاد القريشلات هادو اولا الفقيقسات. غير بشويه نقصو الفران من الفوق وكيطيبوا البنات
ما كياخدوش الوقت بزاف. ردوا البال هكا للفران. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوهم ان شاء الله، تفرحوا بهم وليداتكم بلا ما نشريوهم بثمن غالي، راه نوجدوهم غير في الدار، والمقادير راه كيكونوا موفرين غير في الدار كما كتشوفوا. بحال هكا نفرقوهم باش ما يكونوش هكا ملاصقين في فاش يطيبوا، وحتى لا تلاصقوا ماشي مشكله، تفرقوهم هكا بيديكم. وهنا البنات من بعد ما طابوا درتهم في الطبيق هادو باش يبردوا. وهنا اللاطه هي اللي طابت هي، غادي نخويها هكايا فوق قريشلات الاخرين. شو تبارك الله كتخرج كميه كثيره. هذوك المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا هاد الكميه هذه تبارك الله، وكيجيو هشاشين البنات وكيجيو مذاقهم زوين. كنتمنى تجربوهم توجدوهم ان شاء الله ويصدقوا لكم زوينين ان شاء الله بحول الله. ولو وصلتوا حتى لهنا وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنسونيش من اللايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امرا. الله يخطيكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي كتكتبوا ليا، كتفرحوني بزاف بزاف. وهنا البنات من بعد ما بردوا واحد شويه انا درتهم في الطبيق باش يبردوا، من بعد ما بردوا شويه درتهم هكا في طبيصيل. نتوما كديروهم هكايا في شي بواطه، وكل مره هكا كتحطوا منهم راه كيجيو زوينين. وهنا البنات كما كتشوفوا حطيتهم هكا في طبيصيل. لا ودبرت على الطعارج هانتوما على الطيرجات داكشي يا سلام. الاجواء ديال عاشوراء ان شاء الله. اي والله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والهنا وبالرزق يا ربي بكل ما كتمناو. وإلا وصلتوا حتى لهنايا لكم السلام عليكم، الى فيديو السلام جاي ان شاء عليكم الله. وشكرا لكم.